السلام عليكم طلابنا غاليين في كل مكان، طلاب مستر صالح العباس، طلاب سنة تانية إعدادي. النهارده إن شاء الله معانا الدرس الثاني في الوحدة الثانية بعنوان العلاقة والدالة. يلا بينا يا شباب نعرف يعني إيه علاقة ويعني إيه دالة، ودرس العلاقة والدالة ده بيتحل إزاي. يلا بينا بسم الله الرحمن الرحيم، ورقة وقلم، ويلا بينا نفرم مع بعض درس العلاقة والدالة. إحنا شباب أخدنا في الدرس اللي فات بتاع العلاقة بتاع الضرب الديكارتي، لما كان يقول لي مجموعه في مجموعه كنت باخد كل عنصر مع كل اللي هناك. النهارده بقى خد بالك، بيقول لك اذا كانت المجموعه اكس بكذا والمجموعه واي بكذا، وكانت ار علاقه من اكس الى واي، يعني في علاقه بين المجموعه اكس والمجموعه واي، حيث اكس ار واي، يعني حيث اكس علاقه واي، العلاقه بين اكس وواي تعني ان اكس نص واي. طب ايه اكس دي يا مستر؟ اكس اللي هي عناصر اكس دي اللي هي عناصر الاكس دي، الاكس اهي، والواي اللي هي عناصر مجموعه واي. اكتب العلاقه كمجموعه ازواج مرتبه. يبقى عندي مجموعه اكس وواي، وايه العلاقه بقى اللي انا هشتغل عليها هنا؟ اللي بيقول لي اكس نص واي. اكتب العلاقه كمجموعه ازواج مرتبه. يلا بينا اول حاجه نكتب العلاقه ار كأزواج مرتبة. هنا بقى أول عنصر هنا عندي كام؟ الواحد. بيقول لي هنا الإكس نص الواي، الواحد ده نص الكام؟ هو نص الكام؟ نص الاتنين، يبقى هاخد الواحد مع الاتنين. طيب تاني عنصر اللي هو مين؟ الاتنين، والقاعدة هنا بتقول لك إكس نص الواي، يعني الاتنين ده نص الكام؟ الاتنين نص الأربعة، يبقى هاخد الاتنين مع الأربعة. طيب تاني عنصر هنا كام؟ أو تالت عنصر 3، والقاعدة بقى بتقول لك إن إكس نص الواي، إكس هنا بكام؟ ب3. طب يا ترى الإكس ده نص الكام؟ ال3 نص ال6، يبقى آخد ال3 مع ال6. ده كده اسمه العلاقة كمجموعة أزواج مرتبة. في الضرب الديكارتي بتاع الحصة اللي فاتت كنا بناخد أول عنصر مع كل اللي هناك، وتاني عنصر مع كل اللي هناك، وتالت عنصر مع كل اللي هناك. النهارده بقى لا، انا هاخد اللي يحقق لي القاعده بس. القاعده بتقول اكس بتساوي نص واي. اول عنصر هنا الواحد نص الكام؟ الاتنين، يبقى هاخد الواحد مع الاتنين بس. تاني حاجه العنصر بعد كده 2، والقاعده بتقول اكس نص واي، الاتنين دي نص الكام؟ نص الاربعه، يبقى هاخد الاتنين مع الاربعه. العنصر اللي بعد كده كام؟ 3، والقاعده بتقول اكس نص واي، يبقى 3 نص الكام؟ ال6. ده كده اكتب العلاقه كمجموعه ازواج مرتبه. ده اسمه زوج مرتب زوج مرتب زوج مرتب. طب اذكر المجال. المجال يا اولاد اللي هو المجموعه اكس، المجال اللي هو المجموعه اكس، اللي هي 1 و2 و3. طب والمدى؟ المدى يعني الصور. شايف المجموعة 1 صورتها فين؟ 2، والمجموعة 2 صورتها كام؟ 4، وال3 صورتها كام؟ 6. يبقى هو ده العناصر، الصور المسقط في واي. يبقى المدى يعني المسقط. العنصر 1 مسقطه كام؟ 2 و4 و6، يبقى المدى هو كام؟ 2 و4 و6. وهنفهم المدى اكتر وانا بعمل مخطط السهمي. بص المخطط السهمي، هعمل كده، ادي المجموعه اكس وادي المجموعه واي. المجموعه اكس بكام؟ 1 و2 و3. المجموعه اكس دي يا اولاد اسمها المجال، يبقى المجموعه اكس اسمها المجال، اكس كلها اسمها المجال. طب المجموعه واي اسمها المجال المقابل، المجال المقابل، اللي هي بكام؟ ب2 3 4 6. انا يا شباب لما جيت مثلت العلاقه كازواج مرتبه، اخدت الواحد مع مين؟ الاتنين، يبقى اطلع سهم من الواحد رايح للاتنين.
بعد كده اخدت الاتنين مع الاربعه، طلع سهم من الاتنين رايح للاربعه. بعد كده اخدت سهم من التلاته رايح لمين؟ للست. بص يا حبيبي، العنصر واحد ده فين صورته في الواي؟ 2. صح. يبقى العنصر واحد الصوره بتاعته كام؟ 2. طب العنصر 2 الصوره بتاعته كام؟ 4. والعنصر 3 الصوره بتاعته كام؟ 6. يبقى كل العنصر ده ليه صوره. عارف الصور دي؟ الصور دي هي دي اللي اسمها المدى. يبقى المدى هي عباره عن مجموعه الصور اللي موجوده في المجموعه واي. يبقى فين المدى؟ مجموعه الصور اللي موجوده فين؟ في واي، اللي هي 2 و4 و6 اهي. 2 و4 وايه؟ و6. يبقى نجيبها من الرسمه اسهل. يبقى مخطط السهم هعمل مجموعه اكس ومجموعه ايه؟ واي. وانا بعمل العلاقه بقى، خدنا الواحد مع الاثنين، يبقى طلع سهم من واحد رايح للاثنين، وسهم من الاثنين رايح للاربعه، وسهم من الثلاثه رايح للست. الاكس ده اسمه المجال، والواي اسمه المجال المقابل. طب العلاقه دي داله ولا مش داله؟ هشوف. العنصر ده خرج منه سهم واحد، والعنصر ده خرج منه سهم واحد، والعنصر ده خرج منه سهم واحد، تبقى العلاقه دي داله. العلاقه ار داله. داله ليه يا مستر؟ بص يا سيدي، لان كل عنصر من عناصر المجموعه س او مجموعه اكس خرج منه ايه؟ سهم واحد. لماذا؟ لان كل عنصر من عناصر المجموعه اكس خرج منه سهم واحد فقط. او ممكن اقولها بصيغه تانية، العنصر واحد ده ظهر كمسقط واحد، ظهر كمسقط، ليه مسقط واحد. والعنصر 2 ليه مسقط واحد، والعنصر 3 ليه مسقط واحد. يبقى لو كان كل عنصر من عناصر المجموعه اكس خرج منه سهم واحد فقط، يعني ليه مسقط واحد فقط، ليه صوره واحده فقط، يبقى العلاقه دي ايه؟ داله. طب يا مستر افهم من كده، لو في عنصر هنا في اكس ما خرجش منه اسهم، تبقى العلاقه مش داله. طب لو في عنصر في اكس خرج منه اكتر من سهم، تبقى العلاقه مش ايه؟ مش داله. خلاص، يلا بينا ناخد مثال كمان، عشان في العاده افاده والتكرار بيعلم الشطار. بيقول لي بص، اذا كانت اكس بكذا 1 و2 و3، والواي ب1 و3 و4 و6 و9، وكانت ار علاقه من اكس الى واي، في علاقه من اكس الى واي، يعني في علاقه تربطهم بين الاكس والايه؟ والواي، حيث اكس ار واي، يعني اكس علاقه واي. ايه العلاقه يا مستر اللي تربطهم ببعض؟ قال لي بص، القاعده ايه اللي هنشتغل عليها؟ ان الاكس بيساوي جذر الواي. يعني هات جذر الواي يطلع لك ايه؟ اكس. طبعا اكس اللي هي مجموعات اكس، والواي اللي هي واي. يعني مثلا اول اكس هنا بكام؟ بواحد. الواحد ده ايه العدد اللي جذره يديني واحد؟ الواحد. طب خش على الاكس اللي بعد كده بكام؟ ب2. والقاعده بتقول لك ايه؟ ان اكس بتساوي جذر الواي. يعني ايه العدد اللي جذره يديك الناتج 2؟ جذر الاربعه. يبقى اخد الاثنين مع الايه؟ الاربعه. طب العنصر اكس بعد كده 3، والقاعده بتقول لك ايه؟ اكس بتساوي جذر واي. يعني هات جذر الواي يديك اكس. هنا الاكس بكام؟ ب3. طب ايه العدد اللي جذره 3؟ جذر التربيع بتاعه 3، ال9. اكتب العلاقه كمجموعه ازواج مرتبه. تمام، سهله. اذكر مجال ومدى العلاقه. مثل العلاقه بالمخطط السهمي، ومثل العلاقه بيانيا. سهله جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا بينا. اول حاجه اكتب العلاقه. اول مطلوب اطلب العلاقه كمجموعه ازواج. كمجموعه ازواج مرتبه. اهو ادي العلاقه اهي. اول اكس هنا بكام؟ بواحد. القاعده بتقول ايه؟ ان الاكس بتساوي جذر الواي. الاكس هنا بكام؟ بواحد. طب ايه العدد اللي جذره واحد؟ الواحد. يبقى هاخد الواحد مع الواحد. يلا نخش على اكس اللي بعد كده بكام؟ ب2. والقاعده بتقول لك ايه؟ اكس بتساوي جذر الواي.
يعني هات جذر الواي يطلع لك اكس. طيب الاكس هنا ب2، ايه العدد اللي جذره 2؟ مش عارف. اضرب ال2 دي في نفسها، 2 في 2 ب4، يبقى ال2 ايه العدد اللي جذره 2؟ 4، يبقى اخد 2 مع ال4. طيب اكس اللي بعد كده بكام؟ ب3. والقاعده بتقول ايه يا اولاد؟ ان الاكس بتساوي جذر الواي، يعني هات جذر الواي يطلع لك الاكس. طب الاكس عندي ب3، ايه العدد اللي جذره 3؟ ال9، يبقى هاخد ال3 مع الايه؟ ال9 بس. هو ده العلاقه كازواج مرتبه. طب تعال نمثلها بمخطط سهمي. المخطط السهمي، هعمل عمود كده لاكس وعمود كده لواي. المجموعه اكس اللي هي بكام؟ 1 و2 و3. خد بالك اكس دي اللي هي المجال، اكس اللي هي الايه؟ المجال. والواي اللي هي ب1 و3 و4 و6 و9 المجال. الواي اللي هي المجال المقابل. يبقى اكس اللي هي المجال والواي اللي هي المجال الايه؟ المقابل. طب انا لما جيت مثلت العلاقه كازواج مرتبه، اخدت الواحد مع مين؟ الواحد، يبقى اطلع سهم من الواحد رايح للواحد. طيب بعد كده اخدت الاثنين مع مين؟ الاربعه، طلع سهم من الاثنين رايح للاربعه. بعد كده اخدت الثلاثه مع مين؟ 9، هطلع سهم من الثلاثه رايح لايه؟ 9. ده اسمه المخطط السهمي. ليه سميناه مخطط سهمي؟ عشان طلعنا منه ايه؟ اسهم. طيب اذكر المجال. قلت له سهله. المجال اللي هو المجموعه س اللي هي بكام؟ ب1 و2 و3. طب رقم 3. والمدى، المدى يا ولاد، المدى يعني الصور اللي موجوده في صاد. العنصر 1 هنا اهو، العنصر 1 صورته كانت كام؟ 1. طب العنصر 2 صورته كانت كام؟ 4. وال3 صورتها كام؟ 9. عارف الصور دي؟ هي دي اسمها المدى. يبقى المدى عباره عن مجموعه الصور اللي موجوده في واي. يعني المساقط، العنصر ده مسقطه اهو 1، والعنصر 2 مسقطه 4، والعنصر 3 مسقطه كام؟ 9. يبقى المدى بكام يا اولاد؟ ب1 و4 و9. طب سؤال بقى، هل العلاقة دي دالة ولا مش دالة؟ تعال نشوف. لو كل عنصر من عناصر المجموعة X خرج منه سهم واحد فقط، تبقى العلاقة دي دالة. هل كل عنصر موجود في X خرج منه؟ اقول له العلاقة R دالة. لماذا بقى؟ لأن كل عنصر من عناصر المجموعة X خرج منه سهم واحد فقط. ماذا؟ لأن كل عنصر من عناصر المجموعة X خرج منه سهم واحد فقط. أو ممكن أقولها بصيغة تانية، لأن كل عنصر من عناصر المجموعة X ظهر كمسقط واحد. ده ليه صورة واحدة، وده ليه صورة واحدة، دي صورة واحدة. طب لو في عنصر ليه أكتر من صورة تبقاش دالة. خلاص؟ مثل علاقة بيانيا تعال نمثل بيانيا. المخطط البياني، فاكرين المخطط البياني؟ البياني اللي هو أو الديكارتي، حرف ال. اللي نام ده محور إكس، مجموعة إكس اللي هي بكام؟ 1 و2 و3. وده المجموعة واي اللي هي بكام؟ 1 و3 و4 و6 و9. خد بالك احنا خدنا الواحد مع الواحد، والاتنين مع الاربعة، والتلاتة مع التسعة. ده كده المخطط الايه؟ البياني. او هيقول لك مثلها بيانيا، او تعملها كده تمثلها ايه؟ بيانيا. طب العلاقة دي دالة ولا مش دالة؟ هقول له كل عنصر ظهر كمسقط واحد، يبقى اذا العلاقة دي ايه؟ دالة. تمام؟ الفكرة اللي بعد كده اللي هو بقى ايه؟ العلاقة من مجموعة الى نفسها. يعني ايه؟ يقول لك اذا كانت المجموعة اكس ب0 1 2 ونص، وكانت اكس
وكانت عين وكانت ار علاقة اكس. وكانت ايه؟ ار علاقة اكس، حيث اكس علاقة واي تعني ان اكس معكوس جمعي لايه؟ لواي. ماشي. اكتب ار، يعني اكتب العلاقة. بص يا حبيب قلبي، لما يديك المجموعة اكس بس مدكش واي، خد بالك المجموعة اكس بكام؟ بصفر، واحد، واتنين ونص، صح؟ دي اكس. طب يا مستر انا متعود يديني اكس وواي، هنا مديني اكس بس. ما هو هنا قصده يا حبيبي، قصده ان واي هي اكس، بس بدل ما يكتبها مرتين فانت تفكر ان هو متلخبط فكتب لك اكس بس، فقول له يا عم ماشي لخبطتني ربنا يسامحك. يبقى الواي اهي، المجموعه واي اهي اللي هي كام؟ هي صفر، واحد، واتنين ونص. يلا بينا بقى نكتب بيان العلاقه. العلاقه ار. ايه القاعده بقى اللي انا هشتغل عليها يا اولاد؟ ان اكس معكوس جمع، معكوس ضربي لاكس، اكس معكوس ضرب الاكس. يلا بينا ناخد اول اكس اللي هو الصفر. هل الصفر ده ليه معكوس ضربي؟ لا. العنصر الذي ليس له معكوس ضربي، العدد الذي ليس له معكوس ضربي الصفر، الصفر ده ملوش معكوس ضربي. طب الواحد اهو، الواحد ده معكوسه الضربي ايه؟ واحد، يبقى هاخد الواحد مع الواحد. طيب اكس اللي بعد كده باتنين، والقاعده بتقول لك ايه؟ اكس معكوس ضربي للعدد اكس. الاكس هنا بكام؟ باتنين. طب المعكوس الضربي للاتنين دي كام؟ يعني الاتنين دي معكوس الضربي بتاعها كام؟ بص يا حبيبي، هي 2 على 1. المعكوس الضربي يعني بشقلب الكسر بنفس الاشاره. احفظ دي، معكوس الضربي بشقلب الكسر بنفس الاشاره. يبقى العدد 2 هنا معكوسه الجمعي كام؟ نص. بعد كده اكس اللي بعد كده بكام؟ بنص. طب المعكوس الجمعي للنص، واحد على الاتنين، معكوسه الجمعي هشقلب الكسر 2 على 1، يبقى هاخد النص مع الايه؟ معكوس الضرب 2. خدت بالك؟ يبقى ده اسمه العلاقه، دي اسمها الايه؟ العلاقه كازواج مرتبه. يبقى انا مش باخد بقى كل واحد مع كل اللي هناك، وتاني واحد مع كل اللي هناك، وتالت واحد مع كل اللي هناك، لا، انا باخد اللي يحقق لي القاعده. طب يا مستر هنا بص اداني اكس بس، يا حبيب قلبي هو قصده اكس وواي بس، اكس هي واي، فمش هينفع اكتب لك مجموعتين تقول لك ده متلخبط فكتب لك اكس. يبقى انت كده بالذكاء كده جيب قلمك رصاص وتكتب ايه؟ واي. ادي مجموعتين اهم يا سيدي. طب اعمل ايه؟ يلا بينا نحقق القاعده. اكس معكوس ضرب الواي، اول اكس بصفر، هل الصفر ليه معكوس ضربي؟ لا، يبقى خلاص مش هاخده مع حاجه طز فيه. الاكس اللي بعد كده بكام؟ بواحد، طب المعكوس الضربي للواحد كام؟ واحد، يبقى هاخد الواحد مع الواحد. خش على اكس اللي بعد كده 2، يعني 2 على 1، معكوس الضربي شقلب الكسر بنفس الاشاره، يبقى 1 على 2. طب الاكس اللي بعد كده بنص، المعكوس الضربي للنص كام؟ 2، يبقى ياخد النص مع الاثنين. مثل العلاقه بمخطط سهمي. بص بقى يا حبيبي، المخطط السهمي، المخطط السهمي ممكن اعمله باكتر من طريقه. ممكن اعمل كده اكس وهنا ايه؟ اكس. اكس اللي هي بكام يا اولاد؟ بصفر، واحد، 2 ونص، وصفر الثانيه صفر، واحد، 2 ونص. انا اول حاجه اخدت مين يا مستر؟ الواحد مع الواحد، يبقى طلع سهم من الواحد رايح للواحد. بعد كده 2 ونص، ادي 2 وراح للنص. بعد كده نص راح للاتنين. تمام. المجال اللي هو ايه؟ الاكس. المجال اللي هو صفر، واحد، 2 ونص، ده المجال. طب المدى، المدى اللي هو الصور اللي موجوده في واي. الواحد ده صورته كام؟ واحد. نغير لك اللون، يبقى الواحد ده صورته كام؟ واحد، والاتنين صورتها كام؟ نص، والنص صورتها كام؟ 2. يبقى المدى، المدى اللي هو مجموعة الصور اللي موجودة، المدى اللي هو 1 و2 ونص، 1 و2 ونص. اكس دي يا اولاد اسمها المجال، وده اسمه المجال الايه؟ المقابل. طب ممكن بقى المخطط السهمي لما يديني اكس واحدة بس ممكن امثلها بشكل تاني. بص المخطط السهمي اهو، ممكن اعمله كده. ادي اكس اهي، اكس اللي هي بكام؟ بصفر،
1 2 ونص. اول حاجه لما جيت اكتب العلاقه اخدت الواحد مع الواحد، فطلع كده بص سهم من الواحد رايح لمين؟ للواحد. بعد كده اخدت الاتنين مع النص، هطلع سهم من الاتنين رايح لمين؟ للنص اهو. بعد كده اخدت النص مع الاتنين، هطلع سهم من الاتنين رايح للنص. يعني ممكن امثله مخطط سهم كده او مخطط سهم ايه؟ كده. طيب يا مستر عايز اسال سؤال، هي العلاقه دي داله ولا مش داله؟ مش احنا قلنا لو كانت كل عنصر من عناصر مجموعه اكس خرج منه سهم واحد بس تبقى داله. طب لو في عنصر في مجموعه اكس ما خرجش منه، هو الصفر خرج منه حاجه؟ لا، يبقى العلاقه دي داله ولا مش داله؟ برافو عليك، مش داله. امتى تبقى داله؟ لو كل عنصر من عناصر المجموعه اكس خرج منه سهم واحد. طب لو في عنصر في اكس ما خرجش منه حاجه تبقى مش داله. طب لو في عنصر في اكس خرج منه اكتر من سهم، ظهر اكتر من كمسقط، اسقط اكتر من مسقط، تبقى مش داله. تمام؟ اذا كانت ار علاقه من اكس الى واي وكانت، هو بقى حللي 1 و2 و2 و3 و4 و2 و5 و3. ادي اكس وواي يعني 1 و2، بعد كده 2 و3، بعد كده 4 و2، بعد كده 5 و3. مثل العلاقه في صوره جدول اهو، جدول اهو. رقم 2 مثل العلاقه بيانيا، سهله جدا. اخدنا كام؟ 1 و2، ادي 1 و2، بعد كده كام؟ 2 و3، بعد كده 5 4 و2 4 و2، بعد كده 5 و3. اوجد المجال. المجال اللي هو ايه يا اولاد؟ المجال اللي هو عناصر اكس. طب والمدى؟ المدى يعني الصور اللي هي دي، الصور اللي موجوده فاضي 2 و3 و2 اخدناها قبل كده و3. يبقى المدى هو ايه؟ 2 و3. المدى الصور، لكن المجال اللي هو المجموعه ايه؟ اكس 1 و2 و4 و5. يبقى المجال اللي هو مجموعه اكس، لكن المدى يعني مجموعه الصور اللي موجوده في ايه؟ في واي. خلاص؟ هنا ده بقى الكلام اللي شرحناه. يقال ان العلاقه داله اذا ظهر كل عنصر من عناصر اكس ظهر كمسقط واحد، يعني له صوره واحده ايه؟ في واي. يلا بينا حبيب قلبي، طلع ورقه وقلم كده، اقرا التدريب ده ويلا بينا نحله. ادي اكس اهي وادي واي، وكانت ار علاقه من اكس لواي، حيث تعني ان الف نص مين؟ اكس نص واي، اكس نص واي. اكتب بقى المجموعه ار او العلاقه ار كمجموعه ازواج. مثل ار بمخطط سهمي. مثل العلاقه ار، هل العلاقه ار داله ام لا؟ واذكر مداها. قلنا امتى تبقى علاقه داله؟ لو كل عنصر من عناصر مجموعه اكس خرج منه سهم واحد فقط او ظهر كمسقط واحد فقط. والمدى يعني مجموعه الصور اللي موجوده في ايه؟ في واي. يلا بينا طلع ورقه وقلم وحل لي المساله دي واكتب لي الاجابات في التعليقات، وانا مستني الاجابات بتاعتكم. خلاص يا حبيبي؟ طيب من التدريب كمان برضو بعد ما تخلص تعال اقول لك فكره التدريب ده عشان تعرف تحله. ادي اكس وادي واي، وكانت ار من اكس الى واي، في علاقه من اكس الى واي. تمام؟ ايه العلاقه دي بقى؟ بص اهي القاعده اللي هنشتغل عليها، ان اكس تلت واي. اكس طبعا اللي هي عناصر دي، والواي اللي هي العناصر ايه؟ دي. طيب خد بالك، اكس تلت واي يعني لو اكس هنا بواحد، الواحد تلت الكام؟ يعني ايه العدد اللي قده 3 مرات؟ اضرب الواحد في 3 يديك كام؟ 3. يبقى هاخد الواحد والتلاتة. طيب تاني اكس هنا بكام؟ ب2. والقاعدة بتقول لك ايه؟ ان اكس تلت واي. يا ترى الاتنين دي تلت الكام؟ هي تلت الكام؟ يعني ايه العدد اللي قدها 3 مرات؟ اضرب 2 في 3 كده ب6. اهي في 6 اهي. يبقى هاخد 2 مع الايه؟ 6. طب اكس اللي بعد كده بكام؟ ب3.
طب التلاتة تلت الكام؟ يعني ايه العدد اللي قدها 3 مرات؟ اضرب التلاتة في 3 اديني 9. ده كده يا اولاد اسمه ايه؟ اكتب مجموعة الازواج، اكتب العلاقة R كمجموعة ايه؟ ازواج مرتبة اهي. طبعا هفتح قوس مجموع. مثل R بمخطط سهمي، سهلة. هل العلاقة R تمثل دالة ام لا؟ هقول ولماذا؟ امتى تمثل دالة؟ لو كل عنصر من عناصر المجموعة X خرج منه سهم واحد فقط او ظهر كمسقط واحد فقط. اوجد مداها، يعني مجموعة الصور الموجودة في ايه؟ في صاد. هنا برضو ده مثال بيقول لك ادي اكس وادي ايه؟ اكس وكانت اكس علاقة، يعني مديني اكس واحدة بس، يبقى الواي هي ايه؟ هي اللي هي 2 و3 و5. فين بقى القاعدة اللي هنشتغل عليها؟ بيقول لك ايه زائد واي عدد اولي. طبعا فاكر الاعداد الاولية ايه هي؟ 2 3 5 7 11 13 17 الى ما لا ايه؟ نهايه. يلا يا بطل طلع ورقه وقلم وحل لي المساله دي. بيقول لك ايه زائد اكس زائد واي تديني الناتج عدد اولي. يعني اقول لك اول واحده، اول اكس بكام؟ ب2. 2 زائد 2 تديني كام؟ 4. هل الاربعه اولي؟ لا، طز فيها. طب خد اللي بعد كده 2 و3 5، يبقى هاخد الاثنين مع الثلاثه. طب 2 زائد 5 كام؟ 7. 7 اولي، يبقى هاخد الاثنين مع 7. خلاص، بعد كده اخش على الثلاثه. الثلاثه زائد كام تديني عدد اولي؟ 3 زائد 2 5، يبقى ده اولي. طب 3 زائد 3 6، لا مش اولي. طب 3 زائد 5 8، لا مش اولي. طب خش على الخمسه، 5 زائد 2 7 تبقى اولي. 5 زائد 3 8 مش اولي. 5 و5 10 مش اولي. احلها لك؟ تعالى احلها لك. يلا بينا نكتب العلاقه R كازواج مرتبه. ايه القاعده اللي انا هشتغل عليها؟ ان X زائد Y يدينا عدد ايه؟ اولي. 2 زائد 2 اهي، اول X بكام؟ ب2. 2 زائد 2 4، يبقى مش اولي. طب 2 زائد 3 5 اولي، يبقى هاخد الاثنين مع الثلاثه. طيب 2 زائد 5 7 اديني اولي، يبقى هاخد 2 مع 5. خش على العدد اللي بعد كده كام؟ 3. يا ترى كام؟ 3 زائد كام يديني عدد اولي؟ 3 زائد 2 5، يبقى اولي هاخد الثلاثه مع الاثنين. بعد كده 3 زائد 5 8 مش اولي. خش على الخمسه بقى. 5 زائد 2 7 اولي، يبقى هاخد الخمسه مع الاثنين. طب 5 زائد 3 8 مش اولي. طب 5 و5 10 مش اولي. بس كده. مثلها بمخطط سهمي. بص بقى، دي كده رقم 1 اهو، رقم 2 اهو. المخطط السهمي. ادي المجموعه اكس اللي هي بكام؟ اكس ب2 و3 و5 اللي هي المجال. والمجموعه الثانيه اكس اللي هي المجال المقابل اللي هي بكام؟ ب2 و3 و5. انا خدت هنا الاثنين مع الثلاثه والاثنين مع الخمسه. بعد كده الثلاثه مع الاثنين والخمسه مع الاثنين. ده كده المخطط السهمي. سؤال بقى، خلاص كتبناها كأزواج مرتبة، عملنا مخطط سهمي. هل العلاقة دي دالة؟ العلاقة دي دالة؟ انت ايه رأيك؟ العلاقة دي دالة ولا مش دالة؟ احنا قلنا امتى تبقى دالة؟ لو كل عنصر من عناصر مجموعة اكس خرج منه سهم واحد فقط. لكن هنا العنصر ده خرج منه كام سهم؟ 2، يبقى مش دالة. العنصر ده خرج منه سهم وده سهم، بس ده خرج منه كام سهم؟ اكتر من سهم. طب العلاقة R ليست دالة. ليه يا مستر؟ لماذا؟ لأن العنصر 2 اللي هو ينتمي لإكس خرج منه أكتر من سهم، يعني ظهر كأكتر من مسقط. ظهر كأكتر من إيه؟ من مسقط. طب لو قال لي اوجد المدى، هقول له المدى اللي هو مجموعة الصور بقى، اللي هي 2 وال3 والإيه؟ وال5.
وبكده يا شباب نكون خلصنا درس النهارده اللي هو العلاقه والداله. لو عجبك الفيديو واستفدت اعمل شير وفيد صحابك، وما تنساش تفعل زرار الجرس واشترك في القناه. كنتم معكم مستر صالح ابو العباس. هينزل لك في الوصف بتاع القناه رابط الجروب بتاع الواتس، اشترك في الجروب هينزل لك فيه الواجبات وهينزل لك فيه حل الواجبات. كنتم معكم مستر صالح ابو العباس استاذ الرياضيات. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.